اتكل على الله، خلق وخلق غيره. مش هكمل ويتكل على الله. اعرف واحد من 3 سنين حبينا بعض جدا، اثق فيه ثقه عمياء، لحد ما اكتشفت انه عنده فيسبوك تاني، حبيب قلبي، بيتواصل فيه مع غيري. واجهته بالحقيقه لكن انكر، وانا تجاوزت الموضوع. تجاوزتيه ازاي ده؟ ولكن اتغيرت معاملتي معاه عن قبل الموضوع ده، حاسه انه راحت ثقتي فيه. المهم بعدها اتقدم هو الشاب، اتقدم علشان يخطبني وكتبنا الكتاب. عملتي كده ليه؟ لكن طبعا لازم يبقى فيه لكن لسه ما اتجوزناش. وفي الفتره دي اكتشفت مره تانية انه عنده فيسبوك اخر وبيتواصل فيه مع غيري متوقع. فاتكلمت مع البنت اللي بيكلمها من ورا ظهره، واجهته بالحقيقه. تخيلي قال لي ايه؟ قال لك ايه بقى؟ قولي كده. قال لك ايه؟ قال لي اني مش حنينه وعطوفه عليه كفايه، واني مش ست اصلا، مع العلم انه دايما يقارني مع غيري. اعمل ايه طالما انت مش ست اصلا ومش حنينه ومش عطوفه؟ كتبت الكتاب عليها ليه يا بني ادم؟ ما تروح كنت تتجوز الست اللي انت بتتكلم معاها على الفيسبوك، الحنينه العطوفه اللفلوفه اللي بتلفلف معاك. طب انتوا بتتجوزوهم ليه؟ طيب طالما هي مش نافعه، هي البنت مش نافعه، خلاص مش حنينه. انا متجوز راجل، انا بحب راجل زيه، وانت عايز واحده تلفلف معاك وتحنحن وكوتي موتي وبوتي بوتي وازيك يا بيبي وكده. ما اتجوزتهاش ليه؟ انا لو مكانك مش هكمل. يلا صراحه، طالما مفيش دخله كمان مش هكمل. ويتكل على الله، يروح ياخد البوتي بوتي والموتي موتي بتاعته، والف مبروك على العروسين. وانا اديني عنوان وانا هبعت لهم بوكيه ورد من عندي. ده خاين. ست يقول لك عشان انتي تخنتي فانا رحت اعرف واحده ارفع منك. وبعدين لما تيجي تكبري شويه والرينكلز او التجاعيد تسرح في وشك، هيروح يعرف عليكي واحده اصغر منك ب 15 20 سنه عشان هي اصغر، وهيفضل في اسباب دائما للخيانه، وانت دايما هتتجاوزي علشان تعدي وتمشيها. يا حبيبتي تيسر برضه كاتبه الكتاب اتكلي على الله، خلق وخلق غيره.